السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين، شهر مبارك علينا وعليكم. اليوم راح نسوي عجينة بف، يلا نبدأ مع ماما. عندي كوبين من الدقيق، كوب ونص من الدقيق الأبيض ونص كوب من الدقيق الأسمر. بملعقة الشاي حطيت ملعقة نشا وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة ملح وحبة بيضة وربع فنجان من السمن أو الزيت وكوب موية بالتدريج. حطيت الدقيق بالعجانة وحطيت الملح وحطيت النشا مع البيكنج بودر وحطيت البيضة وراح أحط السمن معاها ونعجنها بالعجانة، وممكن نحط بس السمن ونخلط بالعجان لحد ما تصير معانا زي حبات الرمل، وبعدين نحط البيضة. راح أبدأ أحط الموية بالتدريج. أول عجينة تكون معايا قاسية عشان ما تلتصق معايا وقت الفرد ولا أحتاج أحط دقيق كثير. شوفوا كيف ملمس العجينة كذا مرة ممتاز، ما راح أزود ولا نقطة موية. راح أعجنها شوية كمان لحد ما تصير ملسة وأخليها ترتاح من ربع ساعة إلى نص ساعة. هذا شكل العجينة بعد ما عجنتها. راح أريحها من ربع ساعة إلى نص ساعة وراح أغطيها عشان ما تنشف معايا. الحشوة عندي لحم مفروم طقطقته مع البصل والثوم، عندي حبتين من البيض المسلوق قطعته قطع صغيرة، عندي بقدونس وشبت أو كزبرة وشبت، وممكن نستغني عن الشبت أو الشبت. هنا عندي ملح وفلفل أسود عشان أحطه على البيض. وكذا صارت عندي الحشوة جاهزة. هنا بعد ما ريحت العجينة نص ساعة راح أخذ العجينة وأقسمها إلى 4 قطع. وراح أكور كل قطعة وأخليها على جنب وأغطيها عشان ما تنشف معايا. وهنا راح أفردها على شكل طولي، أبغاها تكون طويلة أو مستطيلة. وكل ما احتجت راح أرش عليها شوية من الدقيق عشان ما تلتصق معايا في الفرادة. وراح أقصها بالطول زي حبة الرقاق وراح أشيل الزوايد من الجنب. ورشيتها بشوية دقيق وراح أبدأ أحشيها. راح أسوي السمبوسة البف على شكل مثلثات. راح أحط الحشوة وأحط الأطراف فيها موية وأقفلها وأشيل كل الزوايد اللي ما أحتاجها من العجين. حبيت فكرة سمبوسة البف المثلثات وحسيتها فكرة جديدة خاصة للي ما عندهم قوالب.
وتغيير عن الشكل المعتاد اللي هو القوالب أو المربعة. أنا سويت هنا مثلث وسويت المربعة. راح أقفل الأطراف وأتأكد إن الأطراف مقفلة وأشيل الزايد من العجين. هنا حبيت أرضي الطرفين وسويت السمبوسة البف المثلثة، وراح أسوي سمبوسة البف المربعة. هنا سويت العجينة فردتها على شكل مستطيل أو شكل دائري، وراح أقسمها بالنص وأخلي الوسط علامة عندي عشان أحط الحشوة فوق وأطبق بالجهة اللي تحت. راح أبدأ أوزع اللحمة المفرومة وأترك مسافة تقريبا 1 إصبع بين كل حبة وحبة من كل الجهات. وأكيد كلنا عارفين إنه لازم نحط شوية موية بين كل حبات السمبوسة عشان تمسك عجينة البف في بعض، ووقت القلي ما تطلع معانا الحشوة. فالطريقة معروفة بس حبيت أذكركم فيها. راح أحاول أطبق الأطراف على بعض وأضغط عليها بقوة، وبعدين أضغط بين كل حبة وحبة بحيث إنها تتقفل كل الفتحات وما تطلع معايا الحشوة. راح أشد عليها شوية وقت التقطيع أو وقت القص، وراح أقفل كل حبة لوحدها.
بعد ما صارت عندي جاهزة راح أبدأ أسخن الزيت على درجة حرارة معتدلة، وأبدأ أقلي فيه حبات البف وأرش عليها من الزيت لحد ما تطلع عندي الفقاعات. وبكذا صارت علة سمبوسة بف جاهزة مع السلطة الحارة. يا سلام، وبالعافية علينا وعليكم. الله، مرة لذيذة ومقرمشة. لا تنسوا الماما من الدعاء واللايك والاشتراك. مع السلامة.